بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا محمد، صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده مع بعض سبونج بيتي، هنعمل بيجاتو مثلثات ان شاء الله. نشوف الاول المقادير. انا معايا بيضتين ومعايا نص كوبايه وربع كوبايه من السكر. بيضتين وربع كوبايه من السكر، بس باخدهم ضربه كده على السريع. تمام. بعد كده معايا محسن جيل، هاخد منه معلقه بمعلقه الشاي، عشان اللي بيقولوا لي مقدار المعلقه، معلقه بمعلقه الشاي. خلاص. وبعد كده هاخدهم ضربه بس واحده كده سريعه. تمام. يبقى البطين وربع كوبايه السكر ومعلقه المحسن بمعلقه صغيره، دي معلقه نشا. خلاص. معايا كوبايه دقيق ناقصه عقله صابع. هنبنخل معلقه النشا اهي، شوفوا كوبايه الدقيق عامله ازاي، ناقصه عقله صابع. هنخلها وندخل معلقه النشا. معايا نص معلقه من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف. تمام كده. معايا ربع كوبايه من الميه، بس وانا بحطها التليفون قفل. تمام يا جماعه. على فكره التليفون ما اعرفش ايه اللي حصل، قفل لي كل الفيديوهات اللي انا مسجلها. اقسم بالله العظيم انا قعدت اعيط عيط جامد. فيديوهات كتير انا مسجلاها، ما اعرفش اني اتكيت على حاجه عملت لي كلمه غلق. اهم حاجه الوقت بقول لكم اني حطيت الربع كوبايه ميه على 3 مرات كده. البيض سقع من التلاجة، الميه سقع من التلاجة، مفيش مشكله. تمام. معايا هنا صينيه مقاس 20، هحط الخليط بتاعي فيها. هولع الفرن نار عاليه من تحت، هاديه جدا من فوق، واحط الصينيه على الشبكه. خلاص. بسواها كده وهدخلها الفرن. فعمل معرفش ايه كلمه غلق اللي عملها ديت. لقيت كل الخانات اللي يعني شوف مثلا بيكون مثلا في الخانه فيها الصور، كل الخانات سودة، كلها سمرة. استغفر الله العظيم، مش عارف، استغفر الله العظيم يا رب، كلها سودة. انا كده خرجت من الفرن هي بقلبها، يعني بصدق ان انا اجيب خامات فيديو واصور واعمل والحاجه كلها اتمسحت. قلبتها بقى كده يا جماعه اهيت. دي شوفوا ما شاء الله هتطلع لي 2 ديسك اللي هو الجاتور مثلثات. طب انا يا شيف عايزه اعمل المقاس 20 ده، عايزه اعمله تورتايه وعايزاها 3 طبقات. اعمل ايه؟ اعملي مقدار ال3 بيضات، 3 بيضات وكوبايه وربع من الدقيق ومعلقه من النشا ومعلقه محسن كبيره ونص معلقه بيكنج باودر وتلت كوبايه من الميه. تمام. واعملي صينيه مقاس 20 متر، هتطلع لك 3 ديسكات تعملهم تورتايه حلوه قوي قوي. خلاص. دي مقادير لو انت عايز تعملها تطلع معاكي 3. خلاص. انا هنا بقى هي هتطلع معايا الاتنين. بسم الله ما شاء الله، هشه وارتفاعها جميل جدا جدا. ولو انت عملت في صينيه مقاس 18 تورتيه تطلع لك المقدار دي، تطلع لك 3 ديسكات. يبقى صينيه مقاس 18 بالمقدار البطين تطلع لك 3 ديسكات لو انت عايزاها تورتيه مقاس 18. خلاص. لو انت عايزه تورتيه مقاس 20 اعملي مقدار ال3 بيضات. طب جاتو مثلثات اعملي المقدار ده كده. فهمتوني؟ يعني لو انت عايزه تورتيه مقاس 18 اعملي المقدار البطين ده في صينيه مقاس 18، هيطلع لك تورتايه مقاس 18 جميله جدا جدا وقمه من الشياكه والجمال. تمام. الكريم الشانتيه يبقى معاكي في الصيف يا جماعه تقيل، ما تخاف يعني، بدل ما بتحطي كوبايه ميه، كوبايه وربع ميه، لا حطي كوبايه ميه ناقصه سنه كده عشان الكريمه ما تسحش منك. وفي وسط الشغل بتحس ان الكريمه بتسح منك، شيل الشغل اللي بتعمليه وشيل الكريم شانتيه، دخلهم التلاجة ربع ساعه يتمسكوا واخرجي اشتغلي تاني. بس بشرط انك تقلبي الكريمه بايدك عشان بتبقى هشه كده، ما ينفعش تقوم مقلباها قوي قوي بايدك او بالمضرب تاني عشان تنعميها. خلاص. انا هنا بقى بحط الكريمه معايا اهيت وبشتغل. خلاص. احنا كده بقى عرفنا. انا بقى بحط اهوت الكيكه بتاعتي بقى كده. على فكره مسرعه الفيديو معاكي جدا على ال3. تمام. عشان ايه؟ يبقى سريع، عشان في تورتيه بعد ده انا عاملاها، بس انا عاملاها لحد التجليس بس، عشان فيها شرح مهم قوي قوي للناس اللي عايزه تشتغل سبونش جاهز. هقول لك تقوم ما بيطلعش عالي معاكي والارتفاع بتاعه بيبقى واطي. دي حلوه قوي قوي يعني. بص هتستفادوا يا رب على قد التعب اللي بتعبه والافاده اللي انا بقولها. يعني الفيديو يا بس يعني يتشاف. شوفوا انتوا ما تجريش حاجه، كل حاجه لمصلحتك والله وهتستفادي منها. خلاص. هنا بس كان التليفون وقع اهوت، ايدي خبطته وقع. انا هنا بقى بجلسها كده وبظبطها، وبعد ما اجلسها هدخلها ايه التلاجة تقعد شويه كده بالسكفر كده وتظبطها على ايدك اهو. طبعا البورده الدواره ديت اللي هي الدواره اللي بنعمل عليها التورته ديت حلوه قوي قوي، بس انا عايزه كان عندي واحده واتكسرت، بتنفع في التورت والحاجات دي. بصوا بقى دي جيلو على البارد ابيض، انا كنت حاطاه عشان كنت هعمل الجاتو ابيض واحط عليه شرايح من المانجا. بس لقيت المانجا، يعني انا كنت جايبه مانجا النعومي، فكنت حاطه المانجا في قلب الحفاظه بقالها كام يوم، فلقيتها كده طرت مش جامده زي ما انا كنت جايباها، وعايزه اقطعها طرنشات.
فلا حسيت انها مش هتبقى طريه كده حلوه، انا عايزه احط المانجا عليها شرايح تبقى ناشفه كده وماسكه. خلاص. فلو كنت شفتها قبل ما احط الجولو اللي هو الابيض اللي على البرد ما كنتش حطيتها، بس عادي يعني مفيش فيها مشكله. هضطر بقى طبعا ان انا اغير اللي انا كنت حاطاه في دماغي، هغيره. عندي بقى شويه من الجولو المانجا، هحطهم بقى كده على الوش، واغير التجليس بتاعها خالص. يعني كان ممكن اسيبها بيضه كده، بس ايه حبيت ان انا اعملها شكل تاني وخلاص. خلتني ان انا ابقى اسيب البيضه مع شرايح المانجا احسن لما اجيب مانجا تاني، اعمل البيضه مع شرايح المانجا. تمام. بظبط بقى كده الجولو المانجا كده، خليك زي المشبح كده، تشبيحات كده اهوت. معاكي بقى شويه نوتيلا بيضه، معاكي شوكولاته بيضه، معاكي حبه كريمه فاضلين من التجليس، خففوهم كده بمعلقه ميه بمعلقه لبن، وحطهم كده في كيس واعملي دوائر كده على الوش. لو عندك شويه شوكولاته جناش، او عندك مكعب شوكولاته سيحيه بمعلقه زيت ومعلقه لبن، وفككيه من بعضه واعملي، هيبان اكتر من الابيض. يعني هيبان اكتر من الابيض. يعني لو كان عندي، بس انا كنت عامله حساب ان انا هصور الجاتو ابيض وعلى شرايح المانجا، فلما تعملي عليه ابيض بيبقى حلو، الشوكولاته بيبقى احلى من كده، بيبقى اوضح يعني. هعمل هنا بقى روزيتات، واحط معايا كريز احمر عشان بس ينطق ينطق الجاتو. تمام، ينطق الشكل بتاعه. احط بقى كده اهوت. ففي يا جماعه الناس بتعمل مثلا، بتقول لي يا شيف انا جبت نص كيلو دقيق سبونج وعملت تورتايه في صينيه 24 او في 26 ومعلش معايا. طب ايه السبب ان السبونج الجاهز مش بيعلى الرفعه الحلوه دي؟ هقول لك على السر، وهقول لك تعملي ايه يطلع معاكي عالي وجميل. شوفوا الجاتو يا جماعه تحفه، والله جربوه يا جماعه، جربوه وادعوا لي. طعمه انا مش قادره اقول لكم الطعم، والكيكه هشه ومرمله، حاجه كده حكايه. جربوه يا جماعه، بطين وكوبايه دقيق، مش حاجه، مش فلوس. تمام. كل اللي هتجيبيه تمن كريم شانتيه، بس تمن كريم شانتيه. كل اللي هتجيبيه 35 جنيه تمن كريم شانتيه والبطان، يعني تكلفتك هتبقى 50 جنيه. طلع لنا 8 قطع، طلع 8 قطع. انا في الطبق هنا 2، وعلى البورده 7 6. شوف بقى حلو قوي، طعمه جميل وطري، ميزته انه طري، طري جدا جدا، كأنك ساقيه لبن. فاهميني؟ ان شاء الله تعملوه وتجربوه وتقولوا لي وتبعتوا لي كده تقولوا لي رايكم. وسريع يعني ما بياخدش اي حاجه، سريع جدا جدا. خلاص. انا طبعا بشتغل لكم كتير من غير محسن، بس انا حبيت برضو اعمل لكم برضو بالمحسن، يعني عايزين من ده ومن ده. التورته اللي انا هعملها ديت بتاعت صاحبه بنتي، قالت لي يا طنط عايزاكي تعملي تورتيه وكده، فتعملي لي يعني بالسبونش الجاهز وكده. فانا قلت اعملها معاكم برضو. جت لحد التفنيش بقى ووقفت. هقول لكم ليه. لان جو المطبخ كان حر، وانا اضطريت اخرج بره ازوق بقى، لان مش هينفع تسيح مني. انا هنا معايا نص كيلو دقيق من دقيق الشوكولاته. تمام. اسمها ربعين، ربع وربع. حطيت هنا ربع، وحطيت عليه 3 بيضات، وحطيت عليه ربع كوبايه ميه ومعلقه محسن صغيره. تمام. معروف ان النص كيلو دقيق سبونج بنعمله ب6 بيضات، لان هنا هعمله ب5 بيضات. دي نمره 1. نمره 2، قسمت النص كيلو على ربعين، عملت ربع، حطيت عليه 3 بيضات، ربع كوبايه ميه، معلقه محسن جيل. تمام. وحطيت ربع كيلو سبونج وهضرب. اهو شايفين السبونج الجاهز يا جماعه، كل الحاجه بتاعته بتبقى بدرجه حراره المطبخ، ما بتبقاش من التلاجة زي العادي، لو تلاجة او بره التلاجة عادي. اما دي لا. انا حطيت بقى، ضربت ربع كيلو. ما عندكش ورق زبده عملت ورقه كراسه، دي بيختلف عن الجاتو والسوسرول، لازم ورق زبده. شوفوا هنا معايا بطين، يعني يبقى انا المقدار الاول عملته ب3 بيضات والربع الاولاني، والربع التاني هعمله ببطين 2 بس. اهو. برضو حطيت الربع كيلو دي اسبونج، حطيت معلقه محسن صغيره، حطيت ربع كوبايه ميه وهضرب. خلاص. يبقى انا ضربت النص كيلو على ربعين، اداني تورتايه مقاس 28. مش عارفين يعني ايه 28 يا جماعه؟ يعني داخله في ال30. شوفوا حجم التورتيه قد ايه، وهتشوفوها دلوقتي. طيب لو انا عملته يا شيف في صينيه 26 هيديكي 4 طبقات، لو عملته في صينيه 24 هيديكي 5 طبقات. فهمتوني؟ بس على شرط ان انت تضربي النص كيلو على ربعين، سواء بقى فانيليا سبونج، فانيليا سبونج، شوكولاته، اللي انت عايزاه. بس تضربي المقدار على مرتين، هيديك ارتفاع حلو قوي قوي، وهيديكي جمال هتشوفوه دلوقتي. بصوا بقى، يعني لو انا عامله المقدار اللي في 28 ده عاملاه في 26، كان زمان الكيكه طلعت لاخر طرف الصينيه، ما لقيتيش فيها اي مكان. خلاص. يبقى انت لو عايزه تعملي تورتايه بسبونش جاهز، وجايبه نص كيلو دقيق سبونج، وعايزه تورتايه عاليه كبيره، اعملي المقدار اضربيه على مرتين، وضربته ب5 بيضات مش ب6 بيضات. كده تمام.
وضحت. وضحت. الربع كيلو بياخد معلقه محسن صغيره، بياخد علشان لو حطيتي معلقه محسن كتير تفرول وتبوظ منك، فتحطي معلقه محسن صغيره على الربع كيلو، يعني نص كيلو واخد منها معلقه كبيره. بجربها انا كده بالخله اهيت، شوفوا طالعه ما شاء الله، شوفوا ماليه الصينيه ازاي. يعني الصينيه 28 دي داخله في ال30. انا بتكلم بسرعه يا جماعه لان انا مسرعه لكم الفيديو على 3. انا مسرعه على، عارفين يعني ايه 3 سريع جدا. تمام، عشان الناس اللي بتقعد بس تتخانق الفيديو طويل. تمام. في حاجات يا جماعه مهمه، انا بفيدكم والله بحاجات مهمه محدش بيقولها. شوفوا بقى الارتفاع، انا ضربته قدامكم على مرتين اهو. شوفوا الارتفاع بقى. هعملها الوقت 3 طبقات. طب صينية 26 هيدينا 4 طبقات. طب صينية 24 هيدينا 5 طبقات. حسب بقى ما انت عايزة ارتفاع التورتة. كنت تعملي تورتاية مقاس 24، تعملي تورتاية والديسكان التانيين تعملهم جاتو مثلثات. تمام اهو، لان هتديكي في 24 ارتفاع عالي جدا. خلاص يطلع معاني بقى. انا كان المفروض نزلت المنشار دي جميل قوي يا جماعه، كان المفروض نزلته سنه، بس يعني عادي مش مشكله، مش هتفرق. هتشوفوا الوقت ليه. تمام. شوفوا الجمال. خليت بنتي بس بتشيل عشان بس ماسكاها. بصوا الطبقه اللي فوق دي طلعت رقيقه شويه، انا كان المفروض نزلته سنه درجه عشان التلاته يطلعوا قد بعض، بس في التجليس مش هتبان ولا اي حاجه. شوفوا دي طلعت مني رقيقه شويه، فبقى خلي بالك ظبطي المنشار. شايفين ادي الثلاث طبقات طالعين مستقيمين، شوفوا زي بعض. احط بقى الاتنين دول كده، هشتغل اهوت. فحاولي تظبطي المنشار عشان تطلع. طب لو طلع منك مش قد بعض في الارتفاع عادي مش مشكله، هي مش المهم ان الدوران بتاعه يطلع كلهم قد بعض ومقاس بعض. المنشار ده حلو قوي يا جماعه، ما هوش غالي. هاتوه بس بشرط لازم تقطعي على الرخامه، يعني لازم تحطي الكيكه على الرخامه وتمشي المنشار، مالكيش دعوه بالكيكه خالص. المنشار هو اللي يمشي معاكي. خلاص بيبقى احلى من المنشار الطويل بيقطع الكيك متساوي. هنا بقى بحط الكريمه بتاعتي. تمام. برضو نفس النظام، الحاجه ساحت منك في الحر دخلي التلاجة. خلاص انا هجلسها بقى نص تجليسه، وهرجع ادخلها التلاجة، وارجع اعملها الفينش بقى الاخير واحطها في الفريزر، وبعد كده زينها. بس انا بس حبيت اوريكم لحد هنا، لان بصراحه انا ما عرفتش اعمل التزيين الاخير في قلب المطبخ، حر جدا الحاجه بتسيح مني. وبعدين التورته دي انا هعملها شوكولاته، يعني هكب عليها اصب عليها شوكولاته. تمام. هصب عليها كده كلها شوكولاته. خلاص. وعامله بقى اشكال بالشوكولاته وعامله حروف عيد ميلاد كاتباها وكل حاجه. كان نفسي والله، بس متعوضه ان شاء الله. يعني هعمل معاكم باذن الله تورت برضو، بس اجيب بس البورده، لان انا التزيين بصراحه تعبني جدا. دي من ضمن الحاجات اللي طولت فيها وانا واقفه في المطبخ، ان الدواره بتساعدك في اللف وبتساعدك في الحاجات دي. شوفوا انا هنا حاطه على الصاج، مش عارفه، مش متحكمه في الشغل حلو. خلاص وبيميل مني والكلام ده. فان شاء الله اشتري واحده واعمل معاكم تورت صغيره من اول ال 28 او ال 14 لحد وانتوا طالعه بقى. وزي ما انا قلت لك اهو، لو انت عايزه النص كيلو اعملها على مرتين، هياخد منك 5 بيضات، مره 3 ومره 2. شو تقفلي من تحت خالص كده اهيت، شايفين؟ وتظبطي بقى كده، وتدخلي بقى التلاجة تتماسك، وبعد كده تخرجي ظبطي الفينش بتاعك الاخير قبل ما تحطها بقى في الفريزر، عشان ما ينفعش تحطها في الفريزر وترجعي تظبطي فيها حاجه تاني. تمام. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.